قصة الشهامة. هذا الرجل شهم، هو اسمه عبد الله بن هديب الفريدي الحربي. نعم. الله هذا الرجل أنا كنت صغير بالعمر، يمكن عمري 16 سنة. كنا الله يغفر له ويرحمه. آمين. طالع أنا من بالثانوية أدرس، وكنت طالع من اختبار، والاختبار سيء والأوضاع سيئة، و يعني مستعجل بالخروج من المدرسة، ولعلي وأنا طالع من المدرسة اخطمت قدامي بنت. قطعت البنية الشارع وهي تركض بسرعته. الشارع كان ضيق يعني. ببريدة هذا كان؟ هذا في القوارة. في القوارة، هي معروف. القوارة، أنا كنت أدرس الثانوي في القوارة. طالع أنا من المدرسة وعلى سرعتي قطعتها البنت هذه. البنت هذه صدمتها أنا على سرعتي وهي على سرعتها. البنت طارت بعيد. نزلت أنا، وقفت بالسيارة ونزلت وشلتها. أنا ما أعرف أدير. عمرك صغير أنا ما أعرف أدير. شلت البنت بحجري وركبت السيارة، وركبت معي واحد قلت دلن وين المستشفى، روح يمين روح يسار روح يمين. يوم دخلنا المستشفى انطحتنا مرة بنتي. وش عرفها أن بنتها؟ الثوب اللي هي لابسته. لا إله إلا الله. بنتي. أخذنا تاخذ البنت من جو الدكاترة واخروا عن، ونزلت أنا البنت هذه على السرير حق المستشفى. طلعونا كلنا. أنا العالم كله جت تركض. تعرف القرى الخبر انتشر بثواني. صحيح. كل العالم سلم نفسك. أنا ذاك اليوم قلت أيوه يعني ترى من ربكة وبنتهم اسلم. سلم 16 سنة. سلم نفسك. المهم هذا الكلام ترى عام 1408. العالم جت كل رصون على جدار. أهلها لا يا أخي ما لقي في الحارة، ما لقي في الديرة. سلم نفسك. البنت ماتت. لا إله إلا الله. البنت على أساس أنها ماتت عندهم. الدكتور طبعا على طول مباشرة سوى له تنظيف. الشرطة احنا بلشنا بهالبنت الله يغفر له ويرحمه. شالوا هالبنية دي حطوها بالإسعاف ومباشرة لبريدة. تبعد بريدة 70 كيلو عن هالمستشفى ذا. جت الشرطة نفسه يقول سلم نفسك. كنت مسلم نفسي أمرنا، بس جاب يحط الكلبشات بيدي إلى على دخلة أبو البنت هذا لو أذكر اسمه 50 مرة ما أوفي حقه. هذا حتى في جميع صدقاتي يتصدق عن هذا الرجل. إلى درجة أنه انتشرت سالفته، لأنهم يسألون وش عبد الله الحربي اللي أنت تصدق عنه. كل ما ألقى دية حربي فاتورة حربي أروح أتصدق عن هذا الرجل. كلهم بيض الله وجهك. كل حرب يلقاه فاتورة عن عبد الله هذا جاء على دخلة أبو البنت. قال الشرطي وخر هذا ولدي. بيض الله وجهه. الله يجزاه بالجنة. هذا ولدي. الله يجزاه بالجنة. شلون هذا ولد؟ البنت حادث وما ندري عن حالته ولازم نسلمه للشرطة. قال سلمه للشرطة بس هذا ولدي بذمتي بعهدتي. تبي تحط كلبش يدي بيده. لا اله الا الله. هذا الرجل يعني شوف من يعني تخيل بنته مصدومه وبالمستشفى ومنقوله بالاسعاف. قال انا ما اروح، انا معي ولدي. انا ثوبي كله دم. والله تاثرت. كله دم ثيابي. اخذ بسيارته ورفض انه يركب سياره الشرطه. طبعا لانه الاب تعاطفه معه الشرطه. وانت عمرك صغير بعد يعني. انا صغير، انا ما ادري شو الطابخ. جاتك الروعه. انا انصفر جسمي. حتى انه ما عندي مجال للاستغراب. كل احاسيسي كلها انتهت. صحيح. ما ادري يعني كانه حلم. صحيح. وسبحان الله دائما في حاله الحوادث، انا صارت معي مرتين، في حاله الحوادث يجيك زي امر من الله. تبلد. صحيح. خلاص تشوف الناس يمشون يتحركون احساسك صفر. صحيح. هذا الرجل شالنا بسيارته وراح، والدوريات تمشون قدامنا، ودونا لحد بريده. دخلنا على مدير المرور قسم الحوادث. قال هذا اللي صدم بنتي والبنت بنتي وانا متنازل عنه وطلعوها الحين. يا الله يا الله. شو اللي طلعوا الحين؟ قال النظام ما هو بسيده، ما بيطلعوا بس طلعوا وامشي وتوكل على الله. لا لازم توثق من المحكمة التنازل. الأشياء الثانية البنت ما جانا تقرير هي توفت ولا لا. كانت تنازل عنها سواء حية ولا ميتة. قال ما في تنازل بهذا الشكل. أب نادر هذا والله. صار بيحولون لنا دار ملاحظة بحكم النصارين. ذيك الأيام شيء اسمه دار الملاحظة. كان معك أحد ولا بالحالة كنت؟ أنا لحالي، أنا ما معي أحد، معي هو
يا الله. يجيب لي اكل، يجيب لي ماء. قريب للاب. ترك البنت، ترى البنت بالمستشفى، واخوانه وعمانه راحوا معها المستشفى. بالقضاء والقدر ترى. هذا جلس معي يا رجل تقل وصي علي، ترك كل الامور. يوم صار المغرب العصر يرمون الى دار الملاحظه للتوقيف، قال ما تحولونه. يا ولد ايش دخلك انت؟ هذا النظام. قال عن النظام ولا من النظام؟ انا صاحب متنازل، انا صاحب البنت. لا، ما البنت ما يدري هي حيه ولا ميته، ما في تقرير. الله يغفر له. يوم صار المغرب قال انا بجلس معه. يقول المدير الشرطه انا بجلس مع مدير المرور، طبعا كان اسمه الرزيز الله يذكره بالخير، ان شافنا الحين يسامحنا، يعني حمقنا عليه ذيك الايام. اقر، قالوا له خلاص ما عندنا مشكله، ما نحولون، نخلي التحويل اخر الليل، يمكن يجينا امر من المحكمه انه يجي القاضي، انه يحضر القاضي، ننتظر. ما جاء امر من المحكمه، راح المغرب وراح جاب لي ثياب، ودانا الله يعزك دورة المياه حق المرور، وسبحنا ولبسنا الفنيله وسروال وثوب. الله يجزاه بالجنه والله يا ابو. والله انه وجالس معي على الكراسي، جلس معي على الكراسي ونمنا على الكراسي. ما يوم صار بكره الصباح الساعه 8 نايمين على الكراسي، والله اني بروعه، انا ما ادري كيف نمت اصلا، انا بروعه. ولكن كل من جاء قال بالله هذا ابواه، نفس العساكر، بالله هذا ابو البنت اللي انتصادم. قلت له والله هذا ابو البنت. معقول؟ من قال له؟ قلت فلان عبد الله الحربي، انا عبد الله بن هديبه الحربي. قال انت صادق؟ بالله صادق، متاكدين من بطاقته؟ قلت والله ما ادري، العلم عند الضابط. معقول؟ جالس معك من امس وانت صادق من بنته، لو انا محل ذبحتك. يا الله. ما في يدك. يوم صار الصباح، طبعا جانا تقرير من المستشفى انها توفت، الله يغفر له ويرحمه. يجمعهم بها. الله يغفر لك يا منير، وان شاء الله تصيرين يا رب العالمين. الله يغفر لك يا منير، وان شاء الله تصيرين شاهده لابوك، وان شاء الله تصيرين من طيور الجنه. طبعا ليش البنت انصدمت؟ البنت تدري انه هذا شارع خطير، ولكن قطعته بسرعه. ليش؟ لان كانوا يعيرونها الراسبه، واخذت شهادتها من المدرسه انها ناجحه. لا اله الا الله. فهذه اللي خلت تقطع الشارع بهذه السرعه. تركض. الام شيء مؤثر. الام اظن نوره او مني، لا هي اسم البنت من حصه المطلق. حصه المطلق الام. نعم العائله. الام هذه كيف سكينه الام مثل الاب؟ ما شفتهم انا طبعا، انا انقطعت عنهم نهائي حتى بالعزة. هذا طبعا انا سيارتي موجوده بالقواره، ما هي موجوده ببريده. يوم صار من بكره راح المحكمه وتنازل، وقرروا ذا التنازل المحكمه، وجاء وخذن وجابن للدين، رجع انه بريده. يا الابو الابو قال انا لا هذا قليل من نوعه. يوم رجع راح ودان للوالد، وقال الوالد لا تعرض الولد. لا الولد اللي صار له عندي انا، تبي منه شيء علي انا. يقول لابوي، قال ابوي والله ما انت هذا ولدك، تبي تاخذه معك خذوه معك. قال هذا ولدنا وولدكم، والبنت اللي راحت بنتنا كلنا. احضروا العزاء والحمد لله والامور طيبه. هذا الرجل اعطاني درس انا بحياتي. اول شيء السرعه من ذاك اليوم الى اليوم ما تعدى 120. لا اله الا الله. صرت اتحاشى مقابلته، اتحاشى اني اشوفه. الغريب ان الظروف كل يوم تحطه قدامي وصد. لا اله. كل يوم اشوفه قدامي وابتعد عنه. هذا الرجل توفت زوجته قبل 20 يوم من اليوم، الله يرحمه. جتها الرسالة يقول ان الام انها محللك يا ابراهيم. الله اكبر. بعده باسبوع يتوفى هذا الرجل نفسه، ويقول انا سبحان الله. توفى بعد زوجته باسبوع. لا اله الا الله. سبحان الله. كلهم راحوا جميعا، الله يجعل مرواحهم العزيز الحكيم، يجعل لهم الرحمه والمغفره في دروبهم. هذا الشهامه اعطتنا درس انه لابد ان احنا نكون متعاضدين متكاتفين بكل شيء. صحيح. ما هو فقط عبارات تذكر بيننا وكلمات نذكره، ولكن الواقع يختلف. اذا تنازل عن دم، عن بنته تنازل عنه،
وهو ما يدري حية ولا متوفية، تركه وركز علي أنا. هذه بنت عندي أنا انطباع إنه الناس لازم يصير فيها خير. ترى هذا أثر علي حتى في حياتي اليوم، إني صرت أقطع نفسي لأجل الآخرين. السلام. هذا الموقف زرع فيني شيء وهو قديم، والله إنه ما يمر أسبوع إلا متصدق هو عن البنت وعن أمه وعنه هو. وفاء منك يا شيخ إبراهيم. ما هو وفاء، ما منك يا نلحق أستاذ جزاء. إبراهيم. دائما صاحب الفضل الأول ما يلحق، أبو من أنت؟ لأنه عمله بدون أهداف، ولكن حنا نبي نرد هذا الجزاء ولا نستطيع أن نرد. أبو من جزاء. شو اسمه؟ باسل. أبو باسل. أنا صراحة تأثرت مرة من قصة خاصة يعني كمشاعر أب، يعني أقل شيء بيدخل بيتكلم عليك، أقل شيء ما